ده الدكتور جوده محمد عواد. دخلت الاسانسير تحت بيسندوني. انا كنت بقفل سوسه البنطلون مش قادر، بقفل الزرار مش قادر، ما بقدرش البس الشراب. طبيب جراح بيتغذى في الممرضه بتاعته وبيوصف الممرضين الرجاله بالخناشير، ودكتور تاني بعد ما صدعنا بالاعلانات في فواصل المسلسلات والافلام طلع كلها فيك. لو حابب تعرف الحكايه تعال احكيها. الحكايه ان استاذ رئيس قسم جراحه المخ والاعصاب في مستشفى القصر العيني الدكتور الجوهري اشتكى ان الممرضين الرجاله اللي وصفهم بالخناشير بقى عددهم اكبر بكتير من الممرضين السيدات، وانه بيحب تكون الممرضه واحده ست عشان بتبقى حنينه وودوده معاه في التعامل، وكمان هو بيدلعها بقمر الليالي وهي بتعمل له قهوه وبتجيب له معاه محشي. والاغرب انه اعترف ان الممرضين الرجاله اشطر بكتير من الممرضات، بس الدكتور محتاج حد حنين مش حد شاطر. يا حنين ما تاخدها في حضنك. وفي اخر البوست قال ان الممرضه اللي كانت معاه في العمليه كانت من دمياط، وقعد يشكر في اهل دمياط وقال ان هم احسن شعب في مصر. مش ده الغريب ان في واحد كتب له كومنت قال له المدام عندي من دمياط، فالدكتور كمان كان رايق حبتين ورد عليه اللهم لا حسن. ابني كنت الليفه يا حاج، احب يا جمل. المهم الدكتور اعتذر ومسح البوست، ونقابه الاطباء حولته للتحقيق. نصيحه: العالم حاليا بقى عباره عن قريه صغيره، وانت بتكتب كلمتين او بتتصور او بتقول كلمه وعارف ان حد هيصورك او ان الكلمتين دول ممكن ينتشروا على السوشيال ميديا، ركز في كلامك جدا. زمن الطيبه انتهى خلاص، وحاليا ميكروفون الشيخ حسني اللي كان مفتوح على الشارع بقى مفتوح على العالم كله. نخرج من دكتور نروح لدكتور تاني، بس المره دي الدكتور جوده عواد. انت ممكن ما تكونش تعرف الاسم، بس اكيد لو شفت صورته هتعرفه من كتر ما انت بتشوفه في الفواصل الاعلانيه على القنوات اللي بيجيب المسلسلات كلها في يوم واحد. يطلع لك في الفاصل يقول لك انا لقيت حل نهائي لمرض السكر، بيقول لك ان هو بيعالج الفشل الكلوي وبيقضي عليه في خلال شهر، وان كان في ناس مش قادره تمشي وحاليا بقى بيخشوا ماراثون جري. دخلت الاسانسير تحت بيسندوني. وان هو بيقدر ينزل من وزن الناس حوالي 15 20 كيلو في اسبوع واحد. طبعا كل الكلام ده سمعناه وعدى في اللي عدى، محدش كان مهتم وقتها، لحد ما دكتور تاني بينزل بوست بيقول ان في بنت جات له وكان عندها مشكله في مرض السكر، وانها توفت بسبب ان اهلها كانوا بيتابعوا مع الدكتور جوده عواد، وقال لهم ان بنتهم مريضه سكر وما رضاش يديها الانسولين كعلاج طبيعي، واداها مكانه علاج هو مؤلفه اسمه سم النحل. كانوا بيبيعوا لنا السم النحله الواحده ب $100. وهنا الدنيا اتقلبت عليه، طلع دافع عن نفسه وقال انه ملوش اي علاقه بالاعلانات اللي بتظهر، وان هم واخدين صورته وحاطين عليها صوت ويبيعوا كل المنتجات دي كدعايه وهميه. لو الاكبر كمان ان هو رافع عليهم قواضي على كل القنوات والاعلانات. واصدرت نقابه الاطباء قرار تاديبي بايقاف الدكتور جوده عن ممارسه المهنه لمده عام. كنت معايا خالد سعيد في معلومه في المفيد.